عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي، معاكم مشاذة من قناة يوميات ومشاذة. جايلكم النهاردة بفيديو جديد. هنعمل مع بعض الكشري المصري في حلة واحدة بكل الحركات بتاعته والتكات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو اصوره يوصل لكم. انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. بصوا بقى شكل الكشري جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله وحله واحده، ولا هتدهولي مواعين كتير ولا اي حاجه، ومش هياخد معاكي وقت خالص. بس اول حاجه اول ما تبداي بالحمص والعدس تنقعيهم حوالي نص ساعه، وبعد كده تبداي بقى تشتغلي في الكشري. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده معايا حله كبيره فاضيه، وطبعا انا مولعه على ميه جنبي تغلي. هنا انا بقى احط كميه زيت، هي الكميه دي للكشري كله، لتحمير البصل والتحمير الشعريه لكل المكونات، فيعني زودي شويه. بصوا هنا بقى انا حاطه بصل مش كميه كبيره، انتي حابه تزودي في البصل زي ما تحبي حطي، لان احنا مش بنحب التقليه قوي. فانا خرطت بصلايه واحده كبيره كده، وحط عليها ملح ونص معلقه دقيق. هنبدأ بقى نحمرها زي ما انتم شايفين. خلاص كده البصلايه خلاص قربت تحمر اهيت، لحد ما تبقى ذهبي كده، ولا هي محمره قوي ولا مصفره قوي، يعني ايه، ذهبي زي ما انت شايفه كده. هنجهز بقى معانا صينيه او طبق كبير وعليه فرخ ورق ابيض عشان يتشرب اي زيت في البصل ما يرجعش يطرى تاني معاكي. خلاص كده بقى البصل زي ما انت شايفه كده. هنبدأ بقى نطلع البصل كله. طبعا هيتبقى منك بواقي في الزيت، ما تقلقيش منها، ما بتتحرقش وبتدي للكشري طعم حلو قوي. هطلع كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى ننزل بنص كيلو من الشعريه. الشعريه طبعا كل ما بتبقى كتير كل ما الكشري بيبقى احلى. هنحمر بقى الشعريه كده. بصوا الحمص ده انا نقعته حوالي نص ساعه، وبعد كده شطفته بميه وهحطه بقى هنا يستوي. احط عليه ميه. خلاص كده الشعريه بتاعتنا احمرت، والعدس برضو بعد ما نقعته نص ساعه. هنشوحه بقى كده كويس مع الشعريه علشان اي ميه فيه تتبخر. وبعد كده هكون غاسله بقى كوبايتين من الرز المصري العادي، وهنزل بالرز عليهم. هنشوح برضو الرز. هنبدأ بقى ننزل بالمكرونة، مكرونة مقصوصة صغيرة. كل مكون نحطه نقلبه، وبعدين المكرونة الاسباجيتي مكسراها على 4 مرات.
بصوا يا جماعة بعد اذنكم، انا جديدة في المجال، اللي شايف اي حاجة في التصوير مش عاجباه او في صوت او اي حاجة يكتب لي في التعليقات ويقول لي، وانا هبدأ يعني اطور منها بعد كده. بصوا هنا بقى انا نزلت بالمية وهي بتغلي اهوت. هننزل بقى بالملح بتاعنا، مكعب من المرق، معلقة ملح، معلقة ونص او معلقة كده على حسب ما انتي تحبي. دي نص معلقة فلفل وكمون، بيخلي للكشري طعم حلو قوي. هنبدأ بقى نضيف مية سخنة تاني. بصوا كمية المية تكون بسوى الكشري، ما تكونش اعلى ولا تحت، هي تكون بسوى الرز والمكرونة كده زي ما انتم شايفين بس. وتغطوا بقى عليه وبعد كده تسيبوه لحد لما يتشرب وتوطي بقى. خلاص كده هنبدأ بقى نجيب حلة فاضية علشان نعمل الصلصة. هنحط الزيت بتاعنا، معلقة توم مفروم، هتحمري بقى التوم وبعد كده تنزلي عليه بالخل. بصوا يا جماعه انا بعمل كله في وقت واحد، يعني كده الكشري على عين اهوت، والتقليه على عين، الصلصه على عين، والحمص على عين، يعني كده كله هيتعمل في وقت واحد، مش هيكمل معاكي نص ساعه وتكوني مخلصته. اللي وصل معايا بقى لحد النقطه دي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويحط لايك ويكتب لي تعليق حلو كده، عشان كلنا بنستفاد من بعضنا. واللي شايف اي تعليق يقول لي عليه يا جماعه بعد اذنكم. كده انا حطيت ملح وفلفل وكمون، وهنحط حوالي نص معلقه من السكر عشان الحموضه بتاعت الطماطم. بصوا بقى الكشري بعد ما اتشرب خالص بوطي عليه. بصوا ما شاء الله مفلفل ازاي وجميل، واحده من واحده. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبكم. والله لو جربتوا الطريقه ديت هيعجبكم وهتعتمدوه على طول، احلى من بتاع المحلات. كشري بيتي حاجه كده نظيفه وطعمها وريحتها جميل. هنعمل بقى الدقة. حطيت حوالي 3 معالق زيت ونص معلقة توم مفروم. بصوا التوم بتاع الدقة ما بيبقاش متحمر قوي، ونص معلقة من الشطة المفرومة، يعني يا دوبك بس ياخد تشويحة كده علشان لما بيبقى ني مش بيبقى ريحته حلو.
ياخد تشويحة بسيطة. خلاص كده هننزل بقى عليه بحوالي نص كوباية خل. بصي كده احنا هنا حطينا نص كوباية خل، وهنحط حوالي كوباية من المية. بصي لون الدقة بقى وشكلها ما شاء الله، مش محتاجة ولا صلصة ولا بابريكا ولا اي حاجة. كوباية هيت من المية. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل، ونص معلقة من الكمون. وهنحط بقى يعني حوالي معلقتين 3 كده من الصلصة ديت، بتخليها طعمها حلو قوي الدقة. وهنسيبها بقى تغلي معانا، وكده خلاص الدقة بتاعتنا جاهزة. هنبدأ بقى نعمل شطة الزيت. معايا كده زيت، وهننزل ب4 معالق من الشطة. هنقلب الشطة نشوحها. هننزل عليها ب3 معالق من الصلصة. وكده خلاص الشطة بتاعتنا جاهزة. تعالوا بقى نشوف عملنا مع بعض ايه. ادي الكشري اهوت بعد ما خلص، حاجة كده ما شاء الله جميلة. والصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت. وادي الدقة، بصوا لونها وشكلها جميل ازاي ما شاء الله. والحمص بعد ما اتسلق، وشطة الزيت والبصل. هوريكم بقى بعد ما اقدمه. بصوا بقى طبق الكشري شكله يفتح النفس، جميل جدا بسم الله ما شاء الله. والشطة والصلصة والدقة. وهو ده الفيديو بتاعنا يا جماعة. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.